السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شوية معجنات مناسبة جدا للأولاد في المدرسة، يعني حاجة كده شبيهة للباتيه بتاع الأفران اللي بيبقى محشي جبنة. أول حاجة عندي 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم رشة ملح، وضفت كمان عليهم 1.5 معلقة من السكر، ضفت كمان 1 كبيرة إلا ربع كده من الخميرة أو 1 كبيرة ممسوحة، وكمان هضيف 2 معلقتين كبار مليانين من الحليب البودر. تمام، هنقلب كل المواد الجافة بتاعتنا كويس جدا. وزي ما اتفقنا قبل كده، لو الخميرة مش متأكدين منها او حبيباتها كبيرة، تدوبيها في ربع كوباية من المية الدافية وبعد كده تضيفيها على المواد الجافة. تمام، انا ضفت هنا كمان 2 معلقتين كبار من الزيت، وهضيف كمان بضايه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنعمله الاولاد عشان المدرسة، فحابة اضيف هنا يعني قيمة غذائية، فضفت كمان بضايه مع الحليب البودر، ومع كمان هضيف زبدة، فيعني عشان نزود الفوائد كده شوية في الباتيه بتاعنا. تمام، ضفت البضايه. طبعا انا حاطه لها رشه فانيليا صغيره جدا، وقلبتها كويس قوي هي والزيت مع المكونات الجافه. وبعد كده ابتديت اضيف الميه الدافيه بتاعتي، وهبتدي اعجن العجينه بتاعتي. طبعا الميه لازم تكون دافيه، ما تكونش بارده ابدا. كمان لو حابه تعجنيه بحليب سائل مفيش مشكله، هيبقى حلو جدا وطري معاكي. ممكن تستغني عن معلقتين الحليب البودر وتضيفي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وتضيفي حليب سائل مفيش مشكله، وتعجني بقى بيه لحد ما يبتدي يتكون عندك عجينه زي اللي هوريها لك حالا. زي ما انتم شايفين انا هنا بعجن بايديا، تقدري تعجني بالعجان او لو حابه تعجني بايديكي مفيش مشكله. انا هنا بضيف الميه حبه بحبه لحد ما تتكون معايا العجينه. اهم حاجه الميه بتاعتنا تكون دافيه. تمام، انا بعد ما عجنتها واتكونت معايا هبتدي كده افردها على الرخامه واعجنها كويس جدا، يعني حوالي 10 دقايق علشان العجينه بتاعتنا تكون مظبوطه. طبعا لنجاح اي عجينه زي ما اتفقنا قبل كده لازم تكون فيها مطه وما تكونش بتقطع معانا. تمام، ادي كده العجينه بتاعتي. طبعا انا لسه ما كملتش عجن، بس في النص كده حبيت اضيف معلقتين كبار من الزبده بدرجه حراره المطبخ زي ما انتم شايفين. هبتدي اضيفها كده بعد 5 دقايق عجن، او يعني ابتدت العجينه تلف معايا وتبتدي تتجانس كلها. هبتدي اضيف بقى معلقتين الزبده في الاخر خالص. تمام، هبتدي بقى اعجنها. طبعا في البدايه هتبتدي تقطع معايا العجينه، الزبده هتخليها تقطع وتتخرم معايا، مفيش مشكله، هنفضل نعجن فيها لحد ما تتكون عندنا عجينه طريه كده وناعمه جدا في ايدينا. كل ده هوريه لكم حالا. شايفين التقطيعات اللي في العجينه؟ ما تقلقيش ابدا، هتلم معاكي طول ما انت بتعجني وتكملي عجن، هتلم معاكي وهتكون مظبوطه. اهم حاجه ان احنا نعجنها كويس. ادي العجينه بتاعتي بقى بعد ما اتكونت. انا عجنتها حوالي 10 دقايق، كل المده على بعض 10 دقايق. زي ما انتم شايفين العجينه طريه جدا جدا في ايديا زي الملبن، وكمان تكون بتمط كده وما تكونش بتقطع معانا. خلاص، هنحطها بقى في بوله مدهونه بنقطه من الزيت، وهغطيها كويس جدا، وهسيبها في مكان دافي تتخمر، يعني حوالي ساعه الا ربع ساعه على حسب المكان عندك وعلى حسب ما تتضاعف بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا سبتها تتخمر وسبتها براحتها تماما، تضاعف حجمها وبقت بالشكل ده. هنبتدي بقى نفردها مع بعض. شايفين العجينه طريه جدا جدا، وطبعا بعد ما اتخمرت كمان بتبان طراوتها. هبتدي بقى افردها على شكل مستطيل، وهبتدي كده اقطع الاجناب. انا هعمل شكل مستطيل مستقيم من كل النواحي علشان لما اجي اقطع يبقى سهل عليا. طبعا العجين اللي بنشيله بنريحه 5 دقايق كده على بال ما نقطع الباقي، ونرجع نفرده تاني مفيش اي مشكلة فيه. تمام، انا بعمل كل الجوانب ال4 جوانب بشكل مستقيم علشان اعرف اقطع العجينة بتاعتي كويس، او مربعات متساوية. تمام، قطعت ال4 جوانب. هبتدي بقى اقطع المستطيل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، قسمته ل3 مستطيلات طويلة. وبعد كده كل مستطيل هبتدي اخد منه كده مربعات او مستطيلات كلها مقاس واحد، علشان هعمل حجم الباتيهاية او المعجنات اللي بنعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه. خدت كده وحداية من العجينة او مربع كده او مستطيل زي ما تحبوا بقى تسموه،
وهبتدي احط الحشوه بتاعتي. عامله جبن مشكله، طبعا تقدري تحطي الحشوه اللي تحبيها او تفضليها. انا هنا عامله موتزاريلا على جبنه ناشفه على جبنه حلوم. طبعا الحشوه زي ما تحبوا او زي ما ولادكم ما بيحبوا. اهم حاجه نبتدي نقفلها كده من الجناب كويس جدا على الحشوه علشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش. طبعا تقدري تعمليها بجبنه قريش لو متوفر عندك، هتبقى حلوه جدا. هبتدي بقى بعد ما قفلت الجناب الفها كده واقفلها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. ادي شكلها من الاجناب، وكمان هقفلها من تحت القاعده بتاعه البتيهايه، يبقى ده شكلها من فوق. سهله وبسيطه وسريعه جدا، مش هتاخد معاكي وقت ابدا. تمام، هعمل معاكم كمان واحده. هبتدي احط الحشوه على المستطيل او على العجينه، وبعد كده هنبتدي نقفل الجناب كويس جدا. طبعا تقدري تحشي نوتيلا، تقدري تحشي الحشوه اللي انت عاوزاها، بس اهم حاجه تتقفل كويس علشان النوتيلا بتخرج من المعجنات بسهوله. تمام، ونلف كده زي ما انتوا شايفين ونقفل القاعده بتاعه البتيهايه. ادي شكلها. تقدري تعمليه ساده، انا هعمل كده كام واحده ساده علشان هحط لهم شوكولاته خام او هسيح شوكولاته واحطها على الوش، فهعمل كده بنفس الشكل ونفس التقفيله. خلصت كل كميه العجين، وهجيب بقى بضايه وعليها رشه من النسكافيه او اي نوع قهوه سريعه الذوبان، وهبتدي بقى احط او ادهن الوش بتاع الباتيه كله. لو مش حابه تحطي بضايه ممكن تحطي قهوه سريعه الذوبان او تحطي نسكافيه بالحليب، بس تقدري يعني تستغني عن البيض، مفيش مشكله، بس البيض طبعا بيدي لون حلو جدا للمعجنات. تمام، دهنت الوش كله. هبتدي ادي كده للمحشي بالجبنه رشه من السمسم وحبه البركه. الساده هسيبه زي ما هو من فوق، مفهوش اي حاجه على الوش علشان هحط له انا شوكولاته زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو. انا هنا مش هدخله الفرن على طول، هسيبه يتخمر كمان نص ساعه، هيزيد في الحجم شويه، وبعد كده هندخله على الفرن مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده بعد ما فات على الباتيه او المعجنات بتاعتنا نص ساعة، هنبتدي بقى ندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 او على درجة حرارة عالية. ومجرد ما ياخد لون من تحت مش هيتأخر، يعني مش هياخد وقت طويل، هنديله لون تحت الشواية وهيبقى جاهز معانا. طلعت الباتيه بتاعي من الفرن زي ما انتوا شايفين لونه حلو جدا جدا، وادي العجينة ما شاء الله طرية وتحفة جدا. تقدري تعملي بيها اي نوع من انواع المعجنات، كمان تقدري تحشي بيها اي حشوة زي ما اتفقنا. شايفين شكل العجينة زي القطنة في ايديا. هنحطها بقى في طبق التقديم، وطبعا هوريها لكم من جوه. شايفين اللون من تحت بيبقى حلو كده وذهبي، تحفة جدا. اهي دي العجينة طرية وهتعجب الولاد جدا جدا في المدرسة. كمان ده شكل الباتيه من جوه زي ما انتوا شايفين، تحفة جدا، والعجينة طرية. الحشوة عندي هنا سايحة عشان انا حاطه لها حلوم وموتزاريلا. طبعا تقدري تحطي الحشوة اللي بتفضليها، ممكن تحطي جبنة ناشفة لو حابين تحسوا بطعم الجبنة. تمام، وده السادة كده سيحت معلقتين من الشوكولاتة او النوتيلا وهحط على الوش. كمان هسيح زبدة لوتس واحط كده على الوش. طبعا ده اختياري زي ما تحبوا، تقدروا تعملوها سادة وتتاكل سادة، تقدروا تغمسوا بيها زي العيش، مفيش مشكلة خالص. تقدروا تعملوها كلها محشية، او لو حابين النوتيلا او الشوكولاتة مثلا الخام مكعبات تحطوها من جوه. طبعا ده اختياري وزي ما بتحبوا تقدروا تعملوا وتشكلوا. ادي شكلها بعد ما حطيت لها كمان زبدة لوتس مع الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. كمان هوريها لكم من جوه، تحفة جدا جدا، طعمها يجنن، وان شاء الله هتعجب ولادكم جدا في المدرسة، وان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها.